انا دينا ودي قناتي، ولو انت جديده معايا اتمنى تشوفي الفيديو ده، وبعد الفيديو اتمنى ان انت تشتركي معايا في القناه ونكون من ضمن الاسره مع بعض ان شاء الله. طلبتوا مني فيديو نوع خاص جدا، قلت لي يا دينا لو انا عندي فرخه او انا عندي صدر فرخه او ورك فرخه هنستفاد ايه من غير ما نسلق ولا نقلي ولا نشوي؟ يعني انا ازاي ادبر الميزانيه دي؟ صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة انا عندي صدر فرخة يعني نص كيلو بالظبط. بصراحة كده الصدر دوت صغير مش كبير. عايزة اقول لكم الصدر ده انا عملت منه بانيه وعملت منه همبرجر وعملت منه كفتة. ايه ده؟ بصدر فرخة صغير كده؟ بصدر فرخة صغير. طيب عملت ايه؟ انا جبت الصدر كده وهو متجمد ومتلج، خدته قسمته نصين، النص الاولاني بالطول كده ورحت مقطعاه بانيه زي ما انتوا شايفين، والنص التاني رحت جايباه ورحت مقطعاه حتت صغيره زي ما انتوا شايفين هنا كده، ورحت عاملاه للهمبرجر والكفته. تمام. بعد ما قطعت المقاسات اللي انا عايزاها في البانيه، انا عملت منه بانيه طويل، وفي بانيه لقيته صغير عملته اللي هو الناجتس للاطفال. فلازم نعرف احنا بنختار ايه بالظبط او هنعمل الوجبه بتاعتنا ايه. طب النص الصدر يعني هو صدر كامل، نص الصدر اللي انا عملته ده والله العظيم عملت 14 قطعه، وكمان اتبقى معايا 9 قطع. 9 قطع حطيتهم في طبق زي ما انتوا هتشوفوا ورحت عاملاه. المهم جبت البانيه كده وقطعته وحطيت عليه بابريكا وحطيت عليه فلفل اسمر وشويه بهارات دجاج وصفار بيضه. صفار بيضه وخليت الملح في الاخر، مرضتش احط الملح. وجبت البانيه كده زي ما انتوا شايفين، لميته على صفار البيضه، ماشي على القطاعه بتاعتي كده، ما حطيتش ولا في طبق ولا حاجه. خلينا عربيين كده واسره عاديه، يعني مش لازم التجميل. انا بشوف بقى ناس بتحط في طبق وتشيل في طبق وتتبل في طبق. بصوا يعني اختصري، الجو ساقعه والسخان مش موجود عندي والدنيا حلوه يعني. المهم جبت كده البانيه ورحت حاطه فيجيتار. بعد كده بعد ما انا حطيته في التتبيله وسبته بالظبط 10 دقايق في التتبيله دي، مش دخلته بقى التلاجة وحاجه، لا سبته والله كده محطوط 10 دقايق، ورحت حطاه في الفيجيتار وعلى طاسه على النار من غير زيت. حطيت معلقه سمنه او زبده. الزيت يا جماعه بقى والله غالي قوي، وبصراحه كده الزيت عندي كان قليل، ورحت حاطه انا معلقه سمنه على زبده، ورحت قلياه وطلع معايا زي ما انتوا شفتوا كده. تعالوا بقى نعمل الهمبرجر والكفته. الهمبرجر بالفراخ انا بعمله تحفه، وكل اللي يدوقه عندي يقول لي دينا عايزه اعرف السر انت بتعملي ايه. والله يا جماعه اهو انا بعمله كذا طريقه. بس قبل اي حاجه انا عايزاكم تشوفوا انا بفهمكم ايه. بصوا يا جماعه، اللي عندها اللي هو الشاكوش اللي هو بتاع اللحمه ده، بصوا اللي انا شاورتلكوا عليه اللي هو الفراغات الصغير ده بيفتت اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي لحمه عايزه اطريها بالمربعات الصغيره. اما اللي هو المقلم اللي قدامكم ده لو انت عايزه تقسمي اللحمه، يعني تقطعي اللحمه من غير سكينه. في اي حاجه بقى، في الخضار، في الفراخ، في اللحمه، الكبده تطريها. المهم هجيب كده بصلايه، برضو نص بصلايه، يعني انا كده جبت ربع صدر البانيه اللي هو في الجزء الاولاني، ورحت مطبطباه كده ورحت هرساه. تمام. بعد كده جبت البصل نص بصلايه بالظبط ورحت هرساها ومفتتاها. بعدين هجيب الطماطم وجبت الفلفل الرومي ورحت برضو هرساه معايا بقى السكينه كده بلم بيها، وارجع
اعمل ايه هرس تاني. البصل بقى يا جماعة ما تعملهوش باللي هو الحبوب الصغيرة ده، لا البصل اعمليه بالمقلم ده، هيفتت البصل عشان البصلة بتبقى غليظة او بتبقى تخينة. حتى لو رققتي وقطعتي رقية هتلاقي البصلة معاكي برضو ما بتتفتتش. احنا النهاردة بنعمل همبرجر فراخ بصدر فرخة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هقول لكم فيما بعد كده. همبرجر الفراخ او كفتة الفراخ من غير الكبة، هتدقيها زي ما انا بدق كده، هتدق البصل وهتدق الفلفل والطماطم. الطماطم يا جماعة لو عملتيها بالقشر هتلاقي القشرة بتاعتك طالعة وبارزة كده في الايه، في اللحمة بتاعة الفرخ. طب ده ايه ده؟ والله العظيم ربع صدر واخدة منه الطنطوفة الصغيرة، ورحت جايباها زي ما انتوا شايفين، عاملة فلفلاية رومية واحدة كده مهرساها بالهون ده، بالشاكوش ده، ورحت ايه عامله برضو معاها ربع بصله، نص بصلايه يا ربي، ورحت حاطه البابريكا وحاطه كمون وشويه بهارات فراخ، وحاطه لها شويه ايه اللهم صل على النبي، طماطم. الطماطم هنا هعملها معاكم بالقشر، بصوا القشر هيبقى ايه موجود، فانت هتحتاج ان انت تشيلي القشر. لا انت قبل بقى ما تهرسي الطماطم بالشاكوش هتقشريها زي ما انا بوريكي كده، وهتضربي بالشاكوش كده دب 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 لحد ما تنعم معاكي. بالسكينه بقى ابتدي لمي بقى الخلطه بتاعتك دي في بعض كده، وتفضلي ايه تدعكي فيها لمده دقيقه بالظبط، يعني تلمي اللحم كده لمده دقيقه. كده انا اكون خلصت معاكم الهمبرجر والكفته والبانيه بنص صدر بانيه. طيب انت عايزه تقولي ايه تاني؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي عايز يعمل مثلا شيش طاووق هتاخدي من ورك الفرخه اللي هي الحته الكبيره مش الدبوس، بيتعمل بيها الشيش طاووق. طب الدبوس ده ممكن نعمل بيه ايه؟ ممكن تاخدي لحم الدبوس تعملي بيه الهمبرجر اللي انا عاملاه ده، تعملي بيه كفته فراخ. ممكن تاخدي الدبوس برضو تعمليه مشوي. بصوا كده الهمبرجر طالع معايا حلو جدا جدا اهو. انا برضو حبيت ان انا اعمله قدامكم، يعني ايه يكون جميل كده وسريع. وادي الكفته انا عاملاها مدوره، وادي كفته كمان صباع. عايزه اقول لكم الطعم كان جميل. يبقى احنا كده استخدمنا الفرخه، خدنا صدر فرخه عملنا نصه بانيه والنص التاني همبرجر، وكمان ربع من النص اللي باقي عملنا بيه الكفته. بصوا انا هفتحها معاكم، بصوا طالعه جميله وماسكه نفسها. ما تنسيش تحطي البقسماط. استنوني في الفيديو الجاي.